وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض ازاي نعمل الخضار السوتيه بطريقة السلق. في مرة تانية هعمل لكم الخضار السوتيه على البخار. تعالوا نبدأ وصفتنا. والوصفة دي بتنفع معاكي في العزومات، تتقدم بقى في طبق كده تحطي فيه كل انواع الخضار اللي انتي هتعمليها بالطريقة دي. طعمه حلو جدا وكمان مفيد قوي للأطفال. يلا بينا نبدأ مقاديرنا ونشوف وصفتنا مقاديرها ايه. اول حاجة معايا فاصوليا خضراء، ومعايا جزر، ومعايا ليمونة، عندي ملح وفلفل اسود، عندي توم وده ملح برضو، عندي معلقة زبدة او زيت زيتون، وعندي هنا طبق محضراه فيه مية ساقعة جدا وفيها مكعبات تلج. يلا بينا نبدأ وصفتنا. اول حاجة هنعملها، عندي هنا المية بتاعتي بتغلي، هننزل بشوية ملح، وهنجيب الخضار بتاعنا وننزل بيه كده بسم الله، وهنسيبه بقى السوا المظبوط بتاعنا. اوكي، كل واحد بقى حسب هو بيحب الخضار مستوي ازاي. انا بحب الخضار مش مستوي قوي، بحبه فيه قطمه كده قرشه كده، يبقى كانه لسه مستويش. كل واحد حسب ذوقه في التسويه. هنسويها بقى، هنخليها الميه بتاعتنا تغلي، يعني مش بتقعد اكتر من 7 دقايق على النار. وبعد ما عدوا ال7 دقايق عايزه تسيبيهم اكتر، اوكي، نبدا ان احنا نشيل كده، هنشيل كده ونيجي في الطبق على طول بتاع الميه بتلج وميه ساقعه، ونحط الخضار بتاعنا، وبعدين طلعناها من الميه اللي بتغلي نحطها في الميه الساقعه دي كده، ونسيبها لحد لما الخضار بتاعنا يبرد تماما. الحركه دي بتديها صدمه، فبتخلي الخضار بتاعنا يفضل لونه زي ما هو. بصوا لون الخضار ما اتغيرش، وبتوقفه بقى عن السوا. تعالوا نشوف الخطوه اللي بعد كده ايه. في نفس الطاسه بتاعتنا احنا رمينا الميه بس اللي كانت فيها، ننزل بمعلقه الزبده بتاعتنا، ممكن نحط زيت ذره او زيت زيتون. بعد كده هننزل بالثوم المهروس، تومتين بس او تومه يعني حسب، ما تحطيش كتير، يعني الكتير والقليل ده حسب انتي بتحبي توم كتير ولا لا. ممكن تكتفي بتومية واحده بس. وبعدين هندي كده تقليبه للثوم، وهيكون الخضار بتاعنا صفيناه من الميه كده، وهنحطه على الثوم. نفضل بقى نديله تشويحتين كده، وهنيجي بمعلقه الفلفل الاسود ومعلقه الملح ونحطهم هنا كده ونقلب. عايزه اقول لكم الريحه تجنن تجنن. دي احلى طريقه للخضار السوتيه. لو كان الخضار لسه معاكي انت حاسه ان هو مش مستوي، مش عاجبك تسويته، كملي فيه شويه هنا تشويح. اول ما تشوحي فيه كده يعني شويه 5 دقايق كده على النار هيستوي يبقى تمام. انا هبقى اعمل لكم اللي هو بالبخار. الفرق في اللي هو الخضار اللي بنعمله على البخار ان هو بيبقى صحي جدا من اوله لاخره، بيتحط عليه شويه ملح وفلفل، حاجه بسيطه جدا، وممكن كمان ما بيتحطش عليه ملح خالص ولا فلفل. ده صحي قوي، ده صحي برضو، بس احنا علشان بنديله غلوه على النار ف يعني بينزل جزء من القيمه الغذائيه بتاعته، بس جزء بسيط. ليه؟ لان احنا برضو محتفظين ان احنا ما قطعناش الخضار بتاعنا، يعني الفاصوليا زي ما هي ما تقطعيهاش. الصغيره دي كانت حاجات صغيره، يعني كانت فاصوليا صغيره في الحجم، لكن بصوا انا سايباها زي ما هي. حاولي تقطعي الخضار كبير. انا كده خلاص خلصت تسويح. بسم الله. بصوا بقى الخضار بتاعنا بقى جاهز. هنا بقى دور الليمون. بنجيب بقى ليمون، الناس اللي بتحب الليمون زي كده تعصري بقى كمية ليمون اللي انت حباها. والله يا جماعة هو بصوا انا باكلها كده اصلا،
جدا، تتقدم في العزومات، الاطفال لما تاكلها هتستفيد جدا والكبار. ودايما اعملي كمية خضار بسيطة جنب الاكل علشان هي بتبقى حاجة مفيدة جدا لاولادنا. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.